السلام عليكم أخواتي، دايما مع الوصفات الراقية الاقتصادية البنينة. وصفتنا لنهار اليوم إن شاء الله راح نديركم تحلية راقية بنينة بزاف توالم سهرة رمضان وباقي الأيام. بقاو معايا دوك تشوفوا الوصفة تاع نهار اليوم نديرها لكم بكل خطوات. نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا في الكاسرون راح نحتاج 2 كيسان ونص تاع حليب، وراح نضيف لهم 2 مغارف تاع نشا يكونوا بومبي، ونزيد لهم علبة تاع فلون فاني. الكمية هذه تاع 2 كيسان ونص تاع حليب ندير علبة واحدة تاع فلون فاني، لكن اذا ضاعفتو اكيد حتى الفلون والنشا وباقي المقادير تضاعفوهم. دركا بعد ما ضفت الفلون راح نبقى نخلط هكذا بالفوي، ومن بعد نروح نحطهم فوق النار ونبقى نخلط دائما بالفوي، ما نهزش يدي باش ما يكونوش في حبيبات وتجي التحليه تاعنا ليس. هكذا البنات راكم تشوفوا في لا فيديو هكذا راهي بدات تثقل، غير نشوف بدات دير الغليه نطفي عليها ونروحوا دركا نكملوا البقيه. هنا في لا ريسيبيون نفرغ هذيك الخليط اللي خدمناه مع بعض هكاك سخون عادي، ونحاولوا بسباتيو نعاونوا روحنا نهبطوه كامل. شوفوا هنا راهو يبان نوعا ما سائل، لكن بعد كي يبرد راح يثقل على بالكم، فيه نشا وفيه الفلو. قبل البنات راح نغطيو الخليط تاعنا بابي فيلم، نهبطوه كامل باش ما يديرناش القشره. من بعد كي يبرد غير شويه ندخلوه للفريجيدير حتى يبرد ويتماسك تقريبا ساعه، المهم وين تماسك، وان شاء الله نوصلوا البقيه. وهنا حبيباتي في الكاسرو تكون ثقيله نديرو كاس تاع السكر باش نديرو الكراميل، نحطو فوق النار على نار تكون ناقصه بلا ما نحركو. وهنا في الغامكه هنايا نديرو مغرفه تاع نشا، نديرو فيها 2 مغارف تاع حليب، نحلوهم مليح ونخليوها على جهه، ونعاودو نرجعو الكراميل تاعنا كما قلت لكم. ديرو في الكاسرو كاس تاع السكر وتخليوه فوق النار وبلا ما تحركوا حتى يذوب هذاك السكر. بالطريقه هذه تكون النار البنات ضعيفه باش ما يتحرق لكمش، ونبقاو هكذا نعسو فيه. ومن جهه البنات نكون درت كاس تاع حليب نحطه فوق النار حتى يغلي، ونفرغوه على الكراميل بكميات صغيره، ونبقى نخلط باش ما يفيضليش تكون النار ناقصه. خلاص نفرغ بكميات صغيره صغيره حتى نكمل هذاك الكاس تاع الحليب. البنات كما قلت لكم الكاس يكون تاع حليب سخون. هكذا راني خلصت فرغت هذاك الكاس تاع الحليب. وشوف كي تفرغوا الحليب على السكر راح يطلع لكم يفيدكم، لكن تبقاو تعسوه. خليته حتى يعني هبط لي كامل. وشوفوا السكر كيف عاود كرمل لي عادي. هنا تبقاو غير تعسوا فيه، تخلطوا حتى يذوب. هنا البنات شوفوا راهو بعد ما ذاب لي السكر راهو باين الكراميل تاعنا هنا. واش راح نديروا درك في المرحله هذه؟ نروحوا نجيبوا هذيك المغرفه تاع النشا اللي درنا فيها 2 مغارف تاع حليب، نفرغوهم هنا دائما على نار البنات تكون ناقصه، نفرغهم ونعاود نرجع نخلط. هذا النشا هو اللي راح يثقلنا الكراميل تاعنا ويعطي له اللون يكون شباب. كما قلت لكم نزيد نعاود نخلط هكذا بالسباتول، دائما نعاونوا رواحنا بالسباتول. والكراميل تاعنا راهي على نار ناقصه طيب لنا تجي هايله. يعني شوف الكراميل تاعي بدا يثقل، راح نزيد نضيف له اخر حاجه مغرفه تاع زبده، نخلط غير قسمه تذوب لي هذيك الزبده هكذا تكون الكراميل تاعنا واجده. نزيد نعطيكم تدبيره ولا نصيحه البنات، بعد ما تبرد غير شويه تحاولوا تضربوها بالبراميكسور باش تجي الكراميل تاعكم مليحه وما تكرمل، الشكل تاعها هايل. هنا البنات دركا نرجعوا الخليط تاعنا بعد ما برد وجمد. واش راح نزيدو نديروا له؟ كاس ناقص 2 صباع تاع كريم شونتي نضيفها للخليط تاعنا، نخلطو هكذا باش ما يطيرليش غير شويه. ومن بعد نبقاو البنات نضربو مليح مليح بالباتور حتى نشوفوا الكريمه تاعنا بياضت وتضاعفت. هذا هو الشكل تاع الكريمه تاعنا بعد ما طلعت البنات وتضاعفت. وهنا كما راكم تشوفوا الموجده لي فيغين راح ندير فيهم التحليه. درت فيهم كميه تاع كاطو اي نوع تفضلي، درت معاه شويه زبده باش يعطي واحد البنه هايله. ندير كما راهو باين في لا فيديو كميه صغيره من التحت، ونزيد نزين بقطع تاع البنان. والكريمه تاعي درتها في البوشادو ونبدا نعمر بالطريقه هذه. حاولوا البنات ديروا كميات هكذا باش تهبط لكم ما تبقى لكمش فراغات بين البنان. بالطريقه هذه درك نخلص نواصلوا ان شاء الله واش بقى.
هكذا خلصت. عمرت لي فيغين بالكريمه اللي حضرناها، هايله تجيليس كما قلت لكم. والكراميل اللي حضرناه بعد ما برد لي شويه ضربته مليح بالبرادنات كما قلت لكم باش ما يتكرملكمش وما يتسكرش ويبقى لكم فتره طويله نزين به لي فيغين ولا التحليه تاعنا بالطريقه هذه. هذه هي الوصفه تاعنا البنات، يعني صدقوني التحليه ما شاء الله توالم كما قلت لكم السهره تاع رمضان وتوالم الايامات كامل، وحتى في المناسبات تقدروا ديروها ان شاء الله تكون عجبتكم. دائما نقول لكم البنات اذا جربتوها تقدروا تخليوا لي في لي كومونتير وتقولوا لي رايكم، وبلا ما تنسوا البنات لي جام، ونقول لكم صحه فطوركم.